رجعت لكم تاني عشان أكمل فضفضة قصة حياتي معاكم، وكنت وصلت معاكم لحد ما أنا مروحة البيت، جايبة جوزي وابني من الشغل، ماسكة كل واحد فيهم في إيد كأنه أم جايبة عيالها من المدرسة. قابلتني بنتي وهي بتجري مخضوضة وعربية الأسعاف قدام البيت. في ايه؟ قلت لي الحقي، مرات عمي تعبانة قوي وبينقلوها بالأسعاف. جريت الخطوتين لقيتهم بيدخلوا سلفتي عربية الأسعاف وبناتها حواليها وجوزها واقف قدامها، لكن عينيها سابت الكل وعلقت عليا أنا وكأنها بتندهلي. وفعلا الكل فهم كده وقالوا لي عايزاكي معاها، اركبي معاها. وركبت معاها العربية ومسكت ايديها، اخد بايديها. صعبت عليا، اول مرة اشوفها كده ضعيفة قوي، وشها لونه كان غريب ونظرات عينيها كأنها بتروح. هي دي سكرات الموت اللي بيقولوا عليها؟ لا انا بزعل منها لكن ما بكرههاش، انا اتعودت عليها وتقريبا كده ساعات بحس اني عايشة في حماها. ولقيتها بتضغط على ايدي قوي وبصوت واطي ضعيف بتقولي ما تسيبينيش. رديت عليها قلت لها مش هسيبك. ودموعها نزلت ووصلنا المستشفى وتحاليل وكشف وأشعة وبهدلة، وانا واقفة زي الطوبة لا عارفة اروح ولا اجي. بناتها وجواز بناتها بيجروا وانا حيالله شيلي دي، حطي دي، امسكي دي، نزلي دي، شنطة، ازازة، اوضب اوضة هتقعد فيها كده، يعني خدامة في البيت خدامة في المستشفى. وبقينا بالليل قوي وما قالوش لسه عندها ايه، لكن علقوا لها محاليل وخلاص استقروا على ان انا وواحدة من بناتها هنبات معاها. ونمنا معاها وقعدت على الحال ده 3 أيام ما روحش البيت، وقاعدة معاها ليل ونهار، وبناتها بيبدلوا معايا، واحدة بالليل واحدة بالنهار، قاعدين جنب امهم للعلاج وانا برضو للخدمة والبهدلة. ما علينا، ده كده بساعد مريضة، يمكن هي دي الخدمة اللي عليها أجر وثواب. وبدأت تتحسن شوية، وبعدين قالوا لي روحي بقى البيت محتاجك. روحت طبعا لقيت البيت بيرقص بهدلة. اشتغلت فيه بإيديا واسناني زي ما بيقولوا، مع ان كان بقالي 4 أيام عينيا ما غمضتش، واشتغلت كتير. وبعدين بنتي قالت لي يا ماما عايزة اقولك حاجة. قلت لها قولي. قالت لي انا اللي بودي بابا واخويا الشغل واجيبهم كل يوم. شاطرة، ما انت عارفة المكان وواعية. قالت لي بس الحاج بيقولك لازم تعدي عليه ضروري، وقال لي اقولك من غير ما حد ياخد باله. طب هعدي امتى وازاي وهم خلاص بقى يبعتوا البنت تودي ابوها واخوها وتجيبهم، وانا ما بين المستشفى والبيت. لحد ما في يوم البنت قالت لي يا ماما الحاج قال لي لازم تيجي بكرة ضروري، في حاجة مهمة خالص لازم تكوني عنده. هعمل ايه؟ بعتوني المستشفى تاني، وحالة سلفتي بدأت تبقى في أسوأ تاني بعد ما كانت اتحسنت، وانا بقيت ما بين المستشفى والبيت
كم ساعة هنا كم ساعة هنا، ومعرفتش اروح للحج. وفي البيت لقيت كارثة تانية مستنياني، سيلفي ولا كأن مراته بتحتضر. بدأ يمد ايده عليا، يا اما مد مش محترم وانتوا فاهمين، ابقى معدية يمشي ايده على جسمي، اوطي يمسك حتت في جسمي، وانا كل اللي قادر اعمله ابعد ابعد، لكن مش قادر اعمل حاجة. وفي يوم اتنرفزت لانه قرب قوي وشخطت، قلت له ما ينفعش كده. كل اللي خدته علقة تمام، نزل فيا ضرب. وما بنته دخلت تحوش قال لها بتقل أدبها عليا وبتبجح فيا، وكأن بنته فاهمة ابوها. بصت له من فوق لتحت وقلت له طب ما تمدش ايدك تاني وانت عارفني انا اقصد ايه. شجعتني على اني احكي لها. دخلت لها شقتها وقلت لها انا ما تطاولتش على ابوكي، انا ما قلتش ادبي، هو اللي بيمد ايده. قالت لي انا فاهمه وعارفه، بس كنت انا بنته وساعات بيحاول يمد ايده. وبعدين قالت لي ما تشغليش بالك، هو اخره كده يمد ايده، مش هيعرف يعمل اكتر من كده. وراحت ضحكة. انا ولا عايزة كده ولا اكتر من كده، انا عايزاه يبطل كده، بس لا حول لي ولا قوة. وبعدين قعدت في المستشفى ساعات طويلة، ورجعت لقيت بنتي قاعدة على السلم وبتعيط. مالك فيك ايه؟ قلت لي عمي. ماله ضربك؟ قلت لي لا يا ماما. لا ايه؟ بيحاول يمسك مناطق في جسمي وانا يا ماما بخاف منه. وبعدين قلت لي سبته يمسك يا ماما حتت في جسمي، وبعدين خفت وجريت، ومن ساعتها وانا قاعدة على السلم. يا هذه المصيبة، انا وبنتي، يا رب مين يحوش عننا، مين يبعده عننا. دخلت البنت وقلت لها، قلت لي ما تسيبيش البنت معايا لوحدها. طب هعمل ايه؟ هاخدها معايا المستشفى ولا اعمل ايه؟ بس كنت انا مش عارفة احمي نفسي منه، ملوش رجع. الراجل الكبير الخايب اللي مش عايز يصون عرضه، ده احنا عرضه. رجعت بنته تاني قالت لي ما قلتلك ما تقلقيش، هو اوله واخره هيمد ايده ويحسس، مش هيقدر يعمل اكتر من كده. طيب ما اقدرش احكي لمراته، حالتها كل يوم في الاسود. ورحت المستشفى في اليوم ده وانا واخده بنتي معايا، خدتها في ايدي، قلتلها يضربنا يعمل ما بداله مش هسيبك. ورحت لقيت البنات هناك عند امهم مفحومين من العياط. تحاليل والاشعة اثبتوا ان امهم عندها المرض الوحش والعياذ بالله وفي اواخره. يا الله، الست دي على قد ما كانت مستقوية عليا في الخدمة، على قد ما كانت حمياني من الراجل ده. طب انا هعمل ايه لو جرى لها حاجة او قعدتها طولت في المستشفى؟ خدت بنتي ونزلنا على اننا مروحين البيت، ورحت بيها على الحج على طول، وحكيت له اللي بيحصل لي. وقال لي هانت يا ام البركة، انا عايزة ابشرك بشرة خير. بشرني يا حاج، طلعني من اللي انا فيه ده شوية. قال لي انت عارفة فلوسكو وصلت لكام؟ وصلت لمبلغ حلو قوي، يدوبك يكفيها، فاضل حاجة بسيطة قوي واخدها لك. هي ايه يا حاج؟ هي ايه اللي هتاخدها لي والفلوس بقت تكفيها؟ قال لي مش هتصدقي، قطعة ارض
هشتريلك أرض يم البركة. فلوسكوا بقت تجيب الأرض. أرض يعني هزرع؟ لأ، أرض وهبنيلك عليها بيت إن شاء الله، وتطلعي من اللي انت فيه انت وعيالك. الصبر هانت، قربت. طيب، الله يبشرك بكل خير ويكبر بخاطرك. خلاص، على الأسبوع الجاي مع القبض الجديد لابنك وجوزك هخليكي تكتبي العقد بتاع الأرض. جهزي بطاقتك وهنكتب العقد. هكتبها باسمك مش باسم جوزك، عشان ما يورثوش فيه ولا ياخدوا حاجة منه. فرحني وفرح قلبي. وبنتي كانت معايا طبعا وسمعت الكلام وفرحت قوي، وطول الطريق قالت لي يا ماما أخيرا هيبقى لنا حاجة، هيبقى عندنا حاجة ونمشي من البيت ده. أنا كرهت البيت ده قوي، أنا مش عايزة أرجعه تاني. اصبري، استحملي، أمك صبرة بقالها سنين السنين عشان خاطرك وخاطر أخوكي. كملي معايا يا حبيبتي، انتي سندي دلوقتي، انتي سري. ومسكت في ايديها ومسكت في ايديا، كأننا قلوبنا في ايدينا بتحضن بعضيها. ووصلنا البيت ولقينا الراجل الجبار قاعد لنا واقف لنا. ايه اللي اخركم؟ ماشيين من بدري من المستشفى. بنتي جات وقالت ان انتوا مشيتوا من قبلها. اتحججت له ان احنا ركبنا مواصلة غلط وتهنا، وكان الحاج اللي قايل لي على الفكرة دي. اما قلت له هيزعق لنا، قال لي قولوا له ركبت مواصلات غلط. وخالت عليه وطلعت اوضتي انا وبنتي وجوزي وابني عشان ننام. الوقت اتأخر، وفجأة لقيت الباب بيتفتح ولقيت قدامي ما تتخيلوش. ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ رجعت لكم تاني عشان أكمل فضفضة قصة حياتي معاكم، وكنت وصلت معاكم. وانتظرونا الحلقة الجاية من حكايات، روايات، حواديت، حوارات، أشعار، شمس النهار، ولو كنت مكاني.